يا رب تكونوا دايما بخير. الشاعرة الخطبة بأكد إن شاء الله بإذن الله لقائنا يوم الجمعة. أنا هبدأ من الساعة 6 عشان طبعا بيجي وقت متأخر. أنا هبدأ عشان أستقبل الناس اللي عايز يجي ينورنا ويحضر معانا اجتماع يوم الجمعة إن شاء الله في حديقة الشيخ زايد بإذن الله اللي في الإسماعيلية. احنا عندنا مجموعة من العرايس في الإسماعيلية دبلومات. هقول سنهم، يعني احنا عندنا شباب دبلوم عايز دبلوم زيه، في الدكاترة طبعا عايزة مؤهلات عليا، المهندس عايز مهندسة او دكتورة. فعندنا عروسة 28 سنة دبلوم صنايع من الإسماعيلية. عندنا عروسة 29 سنة دبلوم صنايع. عندنا عروسة مطلقة 25 سنة معاها بنوتة صغيرة. عندنا عروسة 26 سنة من إسماعيلية مطلقة تعليم عالي. في برضو زيها عروسة مطلقة 26 سنة مؤهل عالي من الإسماعيلية. عندنا عريس 25 سنة شغال في هيئة قناة السويس، صغير عنده 25 سنة ومعاه شقته وعنده عفشه كامل. يا ريت تواصل، عايز عروسة بس تكون جاهز على طول يعني. عندي عريس 29 سنة من الإسماعيلية برضو جاهز وحد محترم جدا. يا ريت يتواصل معايا، اللي عنده عروسه يتواصل معايا مثلا لغايه 22 سنه 23 سنه. عندنا عروسه 31 سنه بدون عيال مطلقه بكالوريوس تجاره. عندنا عروسه 30 سنه بكالوريوس تجاره. ربنا يا رب يستر عرض ولايانا والشباب والبنات يا رب. الشباب يلقوا الزوجات الصالحات والشابات الأزواج الصالحة، وأتمنى لكم يا رب كل الخير وكل تقدم. وبعدين أتمنى أن يكون في مصداقية. في ناس كتيرة بحب أشكرها على مصداقيتها، على أخلاقها الطيبة، على مواعيدها اللي هي 10 على 10. وأشكركم جزيلا. شكرا. الشاعرة الخطبة.